أهلا، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ حلقة النهاردة ازاي تتعامل مع الشخص العصبي والمندفع في العلاقات الزوجية. أسرار محدش هيقولها لك. تخيل كده إن في كلمة واحدة بس ممكن تقلب البيت لحرب. شريك حياتك بيتعصب بسرعة، صوته بيعلى، يندفع في الكلام وبعدها يندم. طيب، هل يا جماعة المشكلة بتبقى فيه ولا المشكلة في طريقة التعامل؟ النهاردة هنعرف ليه بعض الأزواج بيتحولوا وقت الغضب لشخص تاني تماما انت ما تعرفوش، وازاي ممكن تهدي العصبية دي من غير ما تخسر كرامتك، ودي أهم حاجة، ولا علاقاتك. في آخر الفيديو ده هقول لك أخطر 3 جمل ما ينفعش تقولهم وقت العصبية. لازم تبطل ان انت تقولهم اثناء الخناقة، لانهم ال3 جمل دول بيدمروا اي جوازة بصمت. اهلا بكم في قناتي، قناة دودو واليوميات. اللي لسه مش عارف القناة، شير ولايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نتكلم عن القضية بتاعت النهاردة. العصبية في العلاقات الزوجية هي من أكتر الحاجات اللي بتكسر المشاعر بالتدريج. مش شرط يا جماعة يكون مثلا في خيانة أو مشاكل كبيرة عشان العلاقة دي تنهار، لا طبعا. أوقات أسلوب الكلام والعصبية اللي دايما موجودة ده بيخلوا البيت مكان جحيم، مكان انت بتدخل بتحس بالتعب نفسيا فيه، مرهق. في ناس بتفتكر ان الشخص العصبي هو شخص سيء، مش بتفكر ان ممكن في الحقيقة يكون انسان مرهق، مضغوط، متعود على ردود فعل غلط من زمان. وده مش معناه اننا نبرر الاذى، لكن لازم نفهم السبب عشان نعرف نتصرف صح. انا مش ببرر ان انت المفروض تستحمل الاذى والاسلوب الوحش والالفاظ البذيئه والعصبيه. محدش يقدر يستحمل الجو ده. الفيديو ده هو مش بس على للمتجوزين وخلاص، لا، الفيديو ده لاي حد مرتبط او لاي حد مقبل على الجواز، لان العصبيه لو ما اتفهمتش صح ممكن تحول الحب ده لكراهيه وما يبقاش فيه رجعه تاني. يا جماعة مش لازم يكون بيكسر ويزعق طول الوقت، لا، في أنواع كتيرة قوي تندرج تحت الشخص العصبي. يعني مثلا شخص صوته بيعلى بسرعة، شخص بيحرج بالكلام في وقت الغضب ويجرحك بكلامه، شخص يندفع ويقرر قرارات مفاجئة، شخص يختفي ويقاطع الكلام بعصبية، شخص يفتعل المشاكل والأمور أصلا بتكون بسيطة. في الغالب الشخص العصبي بيكون جواه يا إما ضغط نفسي، خوف من فقدان السيطرة، مشاكل قديمة كانت عنده من الطفولة، اتعود على بيت كله صراخ وزعيق وصوت عالي. أحيانا تلاقيه بعد الخناقة بيهدى تماما وكأنه شخص تاني انت اصلا ما كنتش بتتعامل معاه. وده ليه؟ لان الانفعال عنده بيكون لحظي ومش محسوب. لكن المشكلة الحقيقية ان الطرف التاني مع الوقت بيتعب نفسيا جدا ويحس انه ماشي على قشر بيض، عدم استقرار رهيب في النفسية. في علامات لازم تاخد بالك منها عشان دي بتدمر العلاقة. الخوف من الكلام، تبقى خايف تفتح موضوع عشان انت خايف من رد فعل اللي قدامك، خايف ان انت يكون في فقدان الامان، تحس ان البيت ده مش مريح خالص، انت مكان فيه عصبية وصوت عالي وصراخ، حاجة مش مريحة. كثرة الصمت، واحد من الطرفين بيبدأ خلاص يسكت، هو لجأ ان هو مش هيعلق ومش هيتكلم ومش هيدخل في نقاشات هادمة، فبيختار ان هو يفضل ساكت. التوتر المستمر،
أي نقاش بسيط هتبص تلاقي شرار اتحولت لخناقة كبيرة. الحرج أو الإحراج بالكلام، في الغالب الكلام الجارح بيفضل سنين في القلب. تخيل كده انك قاعد بتتناقش معاه وناس، او بتتكلم او موقف عادي وقاعدين في جماعة، وفجأة هو يرد بكلمة تجرحك وتكسر نفسيتك، مش هتنساها ابدا. ابدا. هتعلم سنين في نفسك وفي قلبك. العلاقة الصحيحة مش معناها مفيش خلافات خالص، محدش قال كده، لكن ده معناه ان الخلاف بيتحل بدون ما تدمر نفسية اللي قدامك، لان في اخطاء قاتلة اثناء التعامل مع الشخص العصبي. الرد بعصبية ده حاجة يعني اخر، يعني حاجة صعبة. العصبية بتولد عصبية، انت هتتعصب فطبيعي اللي قدامك هيتعصب، فاحنا الاتنين هنتعصب، دي مش حياة. لما الاتنين يعلى صوتهم قدام بعض ومحدش سامع التاني، طب ازاي اي حاجة هتتحل؟ الاستفزاز وقت الغضب، وده ابشع انواع في رأيي العصبية. انك طول الوقت قاعد بتستفز في اللي قدامك، هو اصلا متغصب، انت تروح تستفزه، تقعد تقول له انت مريض، انت مستعجل، انت مستحيل تتغير، انت انا زهقت منك. ايه الاسلوب ده؟ ايه الكلام ده؟ الكلمات دي بتولع الموقف اكتر. تخيل كده انت تبقى قاعد متعصب ومش طايق نفسك وبتتخانق، وتلاقي كلمة انت انسان مريض، انت اصلا مستحيل تتغير، انت هتفضل كده طول عمرك، انا زهقت منك ومن اسلوبك ومن حياتك. مفيش كلمة تخلي الموقف يهدى وينزل لتحت. الكلمات دي يا جماعة هتولع في الدنيا أكتر. تعالى بقى لما تيجي تفتح ملفات قديمة، أكبر خطأ إنك وقت الخناقة ما تكون حاصلة تفتح الماضي كله، بتسرد الماضي كله، شريط سينما بيعدي قدامك وانت عمال تكرر. ده حاجة بتعصب اللي قدامك. انت هتجيب لي، انت كده هتلاقي نفسك بتقول هو انت هتجيب لي اللي حصل من 10 سنين فاتوا؟ التهديد المستمر بالطلاق كل شوية، هتيجي انت في الاخر، انا هفضل اتهدد وقوع البلا ولا انتظاره، يلا طلاق بطلاق. الكلمة دي مع الوقت بتقتل الامان. خلاص انت مش حاسس بالامان، هو انا كل شوية هتهدد طلاق طلاق طلاق؟ فين الامان في الموضوع؟ ده عدم استقرار بشع. السكوت التام، في ناس بقى بتهرب بالصمت، لكن التراكمات اخطر يا جماعه. يعني انا اخترت ان انا افضل ساكت لان انا عارف ان كلامي او نقاشي هيؤدي لخناقه، هيؤدي لعصبيه، هيؤدي النتيجه صفر. ده من الاخر. فانت هتيجي تعمل ايه؟ هتختار ايه؟ هختار الطريق التاني، الصمت، مش هتكلم. ازاي بقى تهدي الشخص العصبي وقت الانفعال؟ ودي بقى الحلول. اختار التوقيت الصح. وقت العصبية مش وقت النقاش، استنى يهدى شوية. انت لاقي اللي قدامك متعصب، اختار بقى هنا حتة الصمت. اصمت، اسكت، ما تتكلمش، استنى لما يهدى، لكن ما يجيش وهو مولع ازيد النار. نبرة الصوت، كل ما كانت هادية احتمالية انه اللي قدامك يهدى بتزيد. ما تستخدمش كلمة انت دايما بتعمل كذا، انت دايما بتعصب، انت دي بتدمر الحياة. الجملة دي بتخلي الإنسان اللي قدامك بيحس بالهجوم، هو بياخد بقى موقف أو وضعية الدفاع، انت بتهاجم وانا هدافع. بدل انت عصبي طول الوقت، قول انا بتعب لما بسمع الصوت العالي، من فضلك وطي صوتك. خليه يحس ان هو مسموع. اوقات الشخص العصبي ده يا جماعة محتاج بس يحس انه في حد بيفهمه، مش طول الوقت، مش طول الوقت بتجاهل اللي بيتكلم. اعرف امتى
تنهي النقاش. لو الموضوع خرج عن السيطرة وقف كلام فورا، ومش هتوقف كلام إلى ما لا نهاية، ده مؤقتا، لأن الموضوع بيكون خرج عن السيطرة. كلمة من هنا كلمة من هنا الدنيا هتولع أكتر. هل الشخص العصبي ده في رأيك ممكن يتغير؟ أيوة ممكن يتغير، لكن بشروط. لازم يا جماعة الأول الشخص العصبي يعترف إن هو في مشكلة، يعترف إن هو ويقر إن هو في مشكلة، يكون عنده رغبة حقيقية إن هو يتغير، يتعلم يتحكم في ردود فعله. التغيير مش بيحصل في يوم وليلة كده، لأن ده طبع، والطبع غلب التطبع. في نقطة مهمة جدا، انت مش مسؤول تعالج حد غصب عنه، انت بتنصح، لكن هو مستمر، خلاص انت مش مسؤول عن كده. لو الشخص رفض يتغير تماما وبيأذي نفسيا وجسديا، لازم تحط حدود جذرية للمواقف دي وللحياة دي. الحب ده ليه صلاحية في العلاقة، مش معناه ان انا بحبك ده معناه ان انا هفضل اتحمل في اهانات. ليه؟ ان شاء الله لازم يبقى في حدود واضحة. ممنوع الإهانة، ممنوع التكسير، ممنوع التهديد، ممنوع التخويف. قول بهدوء أنا مستعد أتكلم، لكن مش وقت الصراخ والعصبية. الحدود دايما بتحمي العلاقة، ما هياش بتخربها. الأطفال يا جماعة بيتأثروا جدا 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 بالخناق. الطفل اللي بيعيش وسط عصبية مستمرة وزعيق وصراخ ومشاكل، متوقعين يكون عامل ازاي؟ يبقى خايف طول الوقت، يطلع عصبي هو كمان، بيفقد الإحساس بالأمان، وهو ما حسوش مع باباه ومامته. حتى لو فاكرين إنهم مش فاهمين، هم حاسين بكل حاجة. والطفل الذاكرة بتخزن. في خطوات عملية يومية ممكن تقلل العصبية دي. أول خطوة إن وقت هدوء يومي، بمعنى إيه؟ 15 دقيقة نتكلم بهدوء من فضلك أو من فضلك. أقلل الضغوط على نفسي، النوم، الأكل، الضغط النفسي، كلهم بيأثروا. يعني ما نمتش كويس، ما خدتش راحتك في النوم، هتبقى قايم متعصب. الأكل، جعان متعصب شبعان بزيادة، وبرضه هتبقى مش قادر تتكلم، تعبان ومش قادر تتكلم. الضغط النفسي، ضغوط 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 عليا، ومسؤوليات كبيرة عليا، هبقى مش قادر أتكلم ومتعصب ومتنرفز. الكلمة الحلوة، الكلمة الهادية بتفرق جدا. إنك تبقى ممتن للشخص ده، يعني إني أشكر شريكي على الحاجات حتى لو كانت حاجات صغيرة. الاعتذار ما هوش ذل ولا ضعف، الاعتذار مش ضعف، دي قوة. في ناس بتشوف ان انا لما اقول كلمة انا اسف انا كده اتكسرت، دي اهانة لكرامتي. خالص، ده انت بتعلي في شأنك وفي احترامك وفي شكلك قدام الطرف التاني. انت تكون العلاقة يا جماعة في خطر والضوء الأحمر يولع. في فرق بين العصبية والعنف. لو في ضرب وتهديد وتحكم مرضي وإهانة مستمرة وتخويف، في دي مشكلة أكبر من مجرد عصبية. لا، ده شخص مش طبيعي، وساعتها لازم تتدخل من أهل، حكمين أو مختصين، حكم من أهله وحكم من أهلها. في النهاية كل بيت فيه خلافات طبعا، مما لا شك فيه، لكن الفرق الحقيقي هو طريقة إدارة الخلاف ده عاملة إزاي. الشخص العصبي مش دايما وحش، أحيانا بيكون محتاج احتواء وحدود في نفس الوقت. ولو وصلت لهنا اكتب في التعليقات: الهدوء قوة
ولا ضعف. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلنا دعمكم. شاركونا إيه أكتر تصرف عصبي بيضايقكم في العلاقات.